لطيف هذه شيء ويشبع كل الحاضرين في ارضيه الملعب. اتمنى ان تستمتع ايضا تلك الاسماء المتابعه لهذا اللقاء. اتمنى من الكل نقدم اللايك والشير حتى نستطيع الوصول الى الافضل والانجح. حتى نتمنى ايضا ونشكر كل الاسماء التي تقدمت لرعايه هذا اللقاء الجميل. هي الشاذلي للاليات الثقيله، وايضا مؤسسه او اكاديميه الاصدقاء في مدينه النهوض، بجانب اسره هلال كوست التي استمدت اسمها من هذا العريق، تريد ان تعانق تلك هذه البدايه الجميله وهذه المتعه الحاضره في ارضيه الملعب. الكره الى خارج ارضيه الملعب، تنجح رمي التماس لمصر. قليلة لمسة ممتازة، محاولة المرور، انطلاقة هلالية تضيف الكثير في أرضية الملعب. تعود لمصلحة إبراهيم إيمورو، بينما الكرة تحولت مباشرة لفرقة الهلال. تعود لفيكتور ناركي. فيكتور ناركي يلعب كرة في وسط الملعب لمصلحة المميز الزاجون، والأمامية لفوفانا. جون مانو فتلا بنوسي منضم حديثا للكتيبة الهلالية. هي القربال يشكل الكثير من التساؤلات حتى الآن للمسة النهائية للكتيبة الهلالية. أتمنى يقدم سكور الجديان ما يليق بالعودة لبطولة كأس الأمم حتى نحتسب قيمة السكور بين الكبار في القارة الأفريقية. تحولت كرة بطل الهلال سينضم للمشاركة أو منضم طبعا من قبل الاتحاد الأفريقي للمشاركة في بطولة السوبر ليج الأفريقية والجوائز القيمة التي نتمنى مع فرقة الهلال. هنالك ازدياد عبر البنية الجسمانية، وربما يحتاج لتغطية من المغربي عزيز الحلاوي دير قائد الجهاز الفني هو طبعا فلوران، والمعد البدني لكتيبة الهلال الدكتور عزيز الكحلاوي. بينما تحولت كرة في وسط الملعب، لمسة من سينكوني غاطية تعود لمصلحة فريق الأشانتي. 3-2. هنا تمرير كرة بينية متابعة للحارس عيسى فوفانا. عيسى فوفانا يقدم نفسه بصورة عريقة وصورة جميلة حتى الآن في هذا اللقاء. حاولت كرة في وسط الملعب، لمسة ودوران من جانب جون مانو، خاطئة تعود لمصلحة فريق الأشانتي عن طريق سينكوني. تعود لباتريك أسامة، حول كرة لمانويل. متابعة من جانب ايمور، ضغط العالي موجود، لمسة حاضرة، محاولة المرور والكرة إلى خارج أرضية الملعب. تحولت مباشرة إلى ركلة زاوية. قلنا نتابع وإذا قال النسوة إثارة كرة القدم هي في الكرة المفتوحة. الفريقان يلعب
الملعب في هذا اللقاء ب 2-4-3-3. كما نتابع الهلال يعتمد على سرعات مكابي على الجناح اليسار ومهارة إبراهيم إيمورو لاعب البارتي ليفت والمتميز جدا أيضا لامين شاتو. هنا تحولت إلى ركلة الزاوية. سلامات جون مانو. فتى منوزي نتمنى أن يسعد الأنصار في أكثر من محفل وفي أكثر من لقاء حتى تعود تلك الأفراح التي افتقدتها الجماهير السودانية لسنوات طوال. تلعب الكرة عرضية تقطع من جانب فيكتور. محاولة تسديدة بينما الكرة إلى أرضية الملعب. هنا الخطورة حاضرة. كرة أبعدت من قبل أطهر إلى خارج أرضية الملعب لتصبح ركلة الزاوية ربما هي الخامسة في الشوط الأول لفرقة الأسعد. بداية تبشر بالخير الوفير للأزرق السوداني. تلعب كرة في القائم الثاني. طيب عبد الرازق تابع التماس لفرقة الأشانتي. الوحيد الحاضر بينما هنا لاعب الحريف والمميز. يا سلام على الوقتوف. صورة رائعة جدا. انطلاقة الكيكولي ولكن هنالك متابعة من دفاعات لمصلحة أطهر. كراوت سانكوني تغيير وجهة اللعب على الجهة اليسار. إبراهيم أمورو سينكوني. إبراهيم للأمام متابعة لجون مانو أو لمكابي والكرة تقطع من جانب الدفاع. لم سماح لها بينما تعود في وسط الملعب. نقلة للأمام بينما تقطع لكونتر اتاك في وسط الملعب عن طريق القائد باتريك عالسماء. نقد العالي والهلال يواصل تقديم معزوفة كروية بصورة رائعة جدا تؤكد عودة وارتباط الحاضر بذاك الماضي المشرق الذي تعلم منه الكثيرين في هذه القارة الأفريقية بعراقة نادي الهلال السوداني. هنا وقف مشاهدك يا زمن. راجع دفاترك يا محال في السكة موج نذر قدر تاريخ نذر اسم الهلال. حولت كرة تلعب عرضية في القائم الثاني. أطهر الطاهر سلام مع الدوران. شاب على الطيب سينكوني طالب بالمساندة في وسط الملعب. يجد أجاجور لمسة المايسترو الفنان. حاول تمرير كرة بينية جون مانو وهنالك احتراق والكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى تماس للهلال. حاولت كرة في وسط الملعب. يعود على الجهة اليسار لكاميتانو. إبراهيم إيمورو لمسة للسين كوني. كوني يعود للاعب المميز
جون مانو كانت ما أحلاها ولمسة كانت ما أجملها، وافتقدت أن تغازل أو تعانق الشباك لفرقة الأشانتي كوتوكو. الكرة تمانع الهلال من الوصول لمرمى الحارس المتابع الحارس المقاتل إبراهيم تران، والكرة تحولت مباشرة إلى ركلة الزاوية لمصلحة فريق الهلال. مباراة مميزة كانت قوية نقل في هذه اللحظات. سلامات جون مانو برد حراك وقوة كبيرة. كانت الكرة أن تكون هي الأفضل والأجمل في هذا اللقاء. لقاء مميز ومثير بين الفريقين في أرضية الملعب. ضربات جون مانو، أتمنى أن تعود تلك الأيام الجميلة. أيضا عدد من الأسماء متواجدة مع سيبورا جيجيان، عبرو فروفا، وأيضا اللاعب المتميز. تحاول الكرة عرضية في القائم الأول تبقى من جانب دفاعات الأشانتي، تعود في خط 13 ياردة. لمسة لجاجو، تعود في كونتر أتاك 2 مع 2، محاولة المرور، لمسة وانطلاقا للأمام، والكرة تعود من جانب سيكوني خاطئة، تعود للأشانتي. جانب ليلعب أحمد ولد لاعب الهلال أحمد إيريك الذي توفته المنية في هذا اليوم. sama dia 1 point ni power anam buat هي الخطوط الدفاعية مع الهلال لموسمين تواليا، واستطاع أن يحجز مكان بين الأقوياء في خط وتشكيلة الهلال. نتمنى أن تعود أو يعود هذا الاسم ليضيف الكثير في فرقة الهلال. هنا مشاركة عيد مكرم، ربما سيشارك في هذه اللحظات لاعب نادر ميسي. نعم، مع جون مانو، وإضافة واحد من الأسماء القوية. هنا خروج وقيار أو تبديل اضطراري ومحلاها في أرضية الملعب. سنتابع هذا اللقاء. تحولت كرة وسط الملعب. تعود على الجهة اليمين، لمسة في مصلحة لمسة لاعب الطليان لامين جاجو يلعب كرة بينية، والكرة تحولت لمصلحة الحارس، وتحولت لمصلحة الحارس زالان كبير. الفريقين في أرضية الملعب. تحولت الكرة على الجهة اليسار،
تعود في وسط دفاعات الاشانتي كونتور. يلعب كرة مميلة إلى خارج منطقة الملعب، تصبح تماس لأطهر الطاهر. عودة أطهر ومعانقة الأنوار. الحكم الطالب في مواصلة اللعب على الكرة لكونتراكات في عمق الملعب. البحث على الجهة اليمين من جانب السماء، يمر الكرة في وسط الملعب، لمسة تعود الآلية من جانب الفنان إيمونو، وتلعب لمصلحة فيكتور نانكي. أيضا كل الأمنيات المنتخب السوداني الذي استطاع أن يفوز على المنتخب لمصلحة تالان. تعود الكرة على جهة اليمين، لمسة وانطلاقة، بينما الكرة إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى التماس. جميلة جدا في أرضية الملعب، تابع فيها الكثير والمثير عبر قناة الواقع تي في وأيضا قناة الهلال نيوز. وكل التحايا للجهات الراعية لهذا اللقاء، وصلت هلال وسطي بجانب مؤسسة أو أكاديمية الأصدقاء في مدينة النهوض. وأيضا لا ننسى المميز جدا الشاذلي للآليات الثقيلة وصاحب الكثير من العطاء لقناة الواقع. تحولت كرة بحث عن المرور من جانب نادر ميسي، ولكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى تماس لكتيبة الهلال. وتحولت إلى التماس هلالي في هذه اللحظات. تعود في وسط الملعب صلاح عادل، لمسة هلالية على الجهة اليسار، فريم إيمونو. الشعار جمهوره في التشكيلة فان في كل حال انتصار. شمس الرياض الخاوي عشر الصمود كالبحار. يا مارد افريقيا الصعب بين العرب زي الشروق، كل ما تواجد تنتصر. النصر ثاني يجيب الشوط، ما اشتكون على اشعار بنكون ضيبه الى النفوق. الله عليك يا ولد يا اسمراني، يا ولد يا معلم، في لمسه خلى الجماهير كلها تقف على اقدامها متحمسه، كلها بأن الهلال عاد قويا. يا القارة الأفريقية عاد قويا، والكبير دوما يبرد ولا يموت. هنا قيمة الهلال، هنا قيمة الأزرق، يعانق الأقمار في هذا الهدف، هذه الافتتاحية الشهية المميزة في أرضية الملعب هنا بين الشارتي وكتيبة الهلال. آخر اللقاء جمع الفريقين في العام 2019. استطاع الهلال أن يبعد كتيبة الشارتي من بطولة الأبطال. هنا نتابع هذا اللقاء بهذا الشق العالي، بينما عيسى فوفانا والحكم يحتسب مخالفة لمصلحة الهلال. لقاء مميز وإبداع متواصل في أرضية الملعب بين الفريقين. حولت كرة
طيب عبد الرازق واحد من الاسماء التي استطاعت ان تحافظ على مقعدها مؤخرا، بينما تحولت كرة. نتابع اللمسة يفتتح هذا اللقاء حتى الآن بهدف وحيد في مرمى على شات. فكرة إلى حتى الآن توضح الصورة للأسماء المرتدبة حديثا، أسماء عالية بكل ما تليق وكل ما نشاهد عندما تحدث العلاقي بأنما حديثي في أرضية الملعب. هنا بداية حديث، بداية تقاني وأقاني سنشاهدها مع الكثير مع هذه الأسماء المميزة المضافة حديثا لفرقة الهلال العاصمة. دور مميز ويسارية كانت أرضية مقروءة ومدروسة من جانب إبراهيم إيمورو، وتقدم عن طريق السينيغالي المميز طبعا صاحب أكثر لمسة في هذا اللقاء وصاحب التألق في الشوط الأول ونجم الشوط الأول في هذا اللقاء بين آل شاتي وفرقة الهلال. السنغال هي من البلدان القوية على مستوى الدوري، ونشاهد ذلك بأن هذا الموسم استطاعت أن تصل إلى بطولة نهائيات كأس العالم. أفضل الأسماء طبعا لمنتخب السنغال هو المميز جدا، المنتخب حديثا لفرقة الباير مانشافت، هو الكبير في الصفوف السنغالية لاعب ساديو ماني. طبعا سيعانق ساديو ماني في عدد من اللحظات هذا السقير الذي يقدم مستوى عالي في وسط الملعب. طبعا الجناح اليسار حولت كرة انطلاقا لكونتر اتاك للامام، ضغط العالي من سينغوني، تعود لصلاح في هذه اللحظات عزيزي المتابع عبر قناة الواقع ونيوز. يعلن محمود شدير بنهاية الشوط الأول بتفوق كتيبة الهلال عن طريق بهدف وحيد جاء في الدقائق الأخيرة أو في الدقيقة 41 من عمر اللقاء ليعلن تقدم الهلال في هذا الشوط على كتيبة رشاد كوتوكو. حتى ألقاكم يا